يلا بينا نحضر ماتش الزمالك وسموحه في الكاس. وصلنا الملعب وزي ما انا شايف كده جماهير الزمالك بتستعد لدخله شكلها هتبقى جامده. جمهور الزمالك بقى مش عامل دخله ولا اتنين، لا دول ثلاثه. الدخله الثانيه دي ما كانتش باينه من عندي من تحت، فلو حد خد باله ممكن يقول لي في الكومنتات كان قصدهم بيها ايه. اعتقد اللي ادى الزخم للماتش ده والعدد الكبير اللي موجود، لان العدد اللي انا شايفه ده اكبر من ان هو يجي الماتش بصراحه الزمالك وسموحه اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك. الاول للزمالك، تعادل لسموحه. يا سيف، هو في ايه يا جزيري؟ ايه؟ يا نهار ابيض، التاني لسموحه في اخر لحظه في الشوط الاول تقريبا. خلص الشوط الاول بمفاجاه من سموحه 2-1. التعادل للزمالك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا بنتايك. دي مشيت على عرضها. سموحه كان هيتعادل تاني في وقت قاتل. محمد مصطفى شلبي لما يجيب جول، وفعلا حصل اللي انا متاكد انه هيحصل من اول الماتش. خلص الماتش من هنا، جمهور الزمالك اشتغل على الاهلي من هنا. خلص الماتش، الزمالك كلفت سموحه تقريبا في 10 دقايق، جاب الجونين وفي الاخر خلص عليه خالص. الزمالك النهارده بنشوفه بيجيب جون تقريبا في اخر دقايق من الماتش وجايب 4 اهداف في المباراه، فهو بدنيا واقف على رجليه. هل ده بسبب فتره الراحه الكبيره اللي الزمالك خدها بعد الغاء الماتش اللي فات؟ ممكن ده يكون سبب فعلا، ممكن ده يكون سبب. But against Modern even he played 3 days before. بس الماتش بتاع مودرن احنا كنا لاعبين 3 ايام قبلها، كنا لاعبين ماتش وبس.